بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دلوقتي هعمل طريقة عمايل المحشي. يعني هي الناس كلها عارفة المحشي، بس هنوريكم برضك طريقتنا وشوفوها برضك، جايز ممكن تلد عليكم. وهعمل فطار النهاردة ان شاء الله برضك معاكم. انا دلوقتي بفرم البصل والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر في الكب، وحاطه زيت على البوتاجاز يسخن، وبسخن ميه للكرنب. اهو معاكم اهو. بس يا كوك، انما بقى. اهو معاكم محطة البصل والفلفل الاحمر. اللون الاحمر ده من الفلفل الاحمر، بيدي طعم للمحشي وبيديله بيبقى مسكر وطعمه جميل. والفلفل الاخضر، وده الكرنب بالسلق شلته. انا بعمل الحاجة ديت على فكرة لبكرة ان شاء الله، بكرة الجمعة، عشان بيبقوا جوزي واولادي بيطلعوا من صلاة الجمعة عايزين الاكل على طول، لانهم ما بيفطروش. بيقوموا بقى يصلوا ويجوا، اقوم حاطة الغدا على طول. وبقيت البصل حطيته اهوت. انا ما بحمرش البصله، بحطه يعني ايه تخدل بس. دلوقتي انا حطيت طماطم اهوت. هتتسبك بقى براحتها، ونشيل الكرنب ونعمل فطار النهارده. انا صايمه انا وحماتي النهارده، والنهارده الخميس، وقلنا بقى نعمل ايه فطار لنا النهارده. هعمل ارنبيت، واعمل بطاطس مقليه، واعمل سلطه بقى، واجيب طعميه، لان مش هلحق اعمل طعميه. ما نسيت اطلعها من الفريزر، فاشتريت طعميه من على الناصية عندنا. كده انا حطيت ميه الارنبيط اهوت. عندي الكوشه بتاعت الغطا دي مكسوره، وزقانه على الحله جديد، مش عارفه اعمل فيها ايه. ما بكلمكش يا مكة على فكره. هيتسلق بقى وبعد كده اقوم قلياه. بدأت الصلصه تتسبك اهي. انا بحب اعمل البطاطس الصغيره اللي هي زي البيض دي، بحب اسلقها، وبعد ما تتسلق اقشرها، واقوم ايه متكيه عليها كده، تبقى بتتحمر في الزيت بقى، تبقى مقرمشه وجميله. ده الارنبيط استوى اهو باين. وهعمل رز بشعريه برضو.
دي كان جوزي صحى من النوم وقال لي اعملي لي كوباية شاي يا بنت يا ام رمضان. قلت بقى ايه اما اعمل له كوباية شاي، بيبقى يحب يدلعني يقول لي يا ام رمضان. على فكرة انا بحب الضحك وبحب الكلام، محدش يقول عليا حاجة والنبي. كان في لسه حتتين وحطيتهم اهوت. ده المية غلت بقى، لأ مش شاي. مبحبش ألقّم الشاي في الكوباية مش عارفة ليه، باحب ألقّمه في الكنكة وبعد كده أفرّغه. تطلعي ملح، تشرب الملح بتاعها وبعد كده نقلت التقلية بقى على العين التانية أهو، الصلصة. لسه الأقرص أهو. نحطه في جنب بقى لغاية إيه ما أعمل له دي الحلة اللي هاعمل فيها رز بشعرية. إزازة الزيت أروح أجيب إيه، ألاقيها ب90 جنيه. تاني يوم بعدت أجيب إزازة لقيتها ب60 جنيه، بس مش كيلو، متهيألي أقل من نص كيلو كمان. نفرعد مصدوم من الأسعار اللي بسمعها كل يوم والتاني والله. أنا بحمر الشعرية اهوت. الأستاذ جوزي قال لي أنا عايز رز بشعرية، ما كنتش أعمل رز بشعرية على فكرة، بس ما أقدرش أزعله. جاي من السفر بقى، قلت أما أعمل له إيه حلة محشي حلوة كده. ده الشعرية احمرت، أحط عليها الرز وأقلبها تقلبتين وأحط لها حبة ملح وأحط له ميته وأسيبه بقى براحته. كده أنا حطيت الرز ده. بالله عليكم حد يعني ينتقدني في كلامي. انا طريقتي كده على فكرة، انا ما بجملش في صوتي ولا هي دي طريقتي، هي دي طريقتي. حطيت حبة ملح كده عسل اوي، حط له ميته. ايه يا كوك، نمتي؟ حبيب امه، حبيب امه يابا. يا رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
كده حطيت القلاية اهو عشان اقلي البطاطس. اهي البطاطس اهي بتك عليها بس كده، وتقوم حطاها، بتبقى جميلة والله العظيم تحفة، جربوها كده والله بتبقى جميل. وعلى فكرة مش رخيصة ولا حاجة، تاكله ب10 جنيه برضه، بس انا بحبها سواء غالية او رخيصة انا بحبها. ده الرز شرب المية اهو، بقلبه ما شاء الله. ده دقيق، يجي 4 معالق دقيق، بحط عليهم حبة مية صغيرين واسيبهم يعني بيبقوا سمكهم عامل زي الزلابية، عجينة الزلابية اهي قدامكم اهي. بحط عليهم بقى بيض عشان يمسك على الأرنبيه، واحط عليهم فلفل اسمر وحبة كمون وحبة فلفل اسمر وكمون وشطة لو عايزة، وكزبرة. اي توابل انت حابة بقى، تبع اختيارك انت، اللي انت بتحبها تحطيه. وبقوم حاطة فيها الأرنب، يعني بحط فيه الأرنبيت وأقوم حطها في الزيت، بيبقى تحفة، بيبقى طريقته حلوة أوي الصراحة. والله الأرنبيت ده مقعد ما باتش للصبح أصلا من حلاوته. اه، الفلفل الأسمر أهو. أنا البطاطس أحمرت أشيلها بقى. برش عليها حبة ملح، بكمون، بفلفل أسمر، بشطة، بكزبرة. ده الأرنبيت أهو، حطيته فيه، وتقوم حطها على البوتاجاز بقى يتحمر. كده ما كانش إلا على المغرب يجي 10 دقايق أو ربع ساعة متهيألي. وده الفطار بتاعي النهاردة، عملته اهو، مخلل زيتون وليمون، طبق سلطة، وبطاطس مقلية، وابني كان لسه بجيب بقى الطعمية. ده بقى احنا كنا حشينا على بيات، بس المقطع بتاع المحشي بتاع التقليب والحشية اهي، كان الفيديو هيبقى طويل، ممكن انزل لكم فيديو تاني. انا المحشي انا حطيت له مية مغلية اهو، حط حبة فلفل اسمر بردك على وشه، وحبة ملح او دقة زي ما انتوا بتقولوا عليه يعني، وحبة زيت. وده كان خس وورق لفت وسال، بيبقى طعمه جميل.
بدل عقدت الدول ده اهو حطه على البوتاجاز بقى ينشف كده. احنا كان القرآن بقى بتاع الصلاة ايه، كانت القرآن بتاع الصلاة كان شغال. دي بقى طماطم وبصل وجزر وفلفل بتاع الفراخ، ببقى احطهم مع الفراخ وما بيتسلقوا. اه كده نشوف اهو. حبة فلفل اسمر وحبة ملح، وورق غار او ورق لورا زي ما انتوا بتقولوا، وجوز الطيب و... ومستكة لو عايزين برضو الحاجة اللي انتوا بتحبوها حطوها. ادي الفراخ اهي، طماطمايه وجزر وفلفل وبصل والملح اهو. ده الفلفل الاسمر وجوز الطيب، حتى ما كنتش مبشرة عملتهم بالسكينة اهو. ما بحبش ابشر، بحب يعني ايه اما اجي استخدمه اقوم عاملاه في وقتها يعني. كده المحشي والورق اغرى اهو. وده بقى كده بيستوي. كده بقى نحط المية المغلية على الفراخ يستووا بقى براحتهم. كده المحشي خلص. هقلي بقى فراخ واعمل حبة لسان العصفور جرى المحشي، لان انا كنت في بطاطا على الاكل ورحت سلفتي اختها كان عزالها رايح النهارده، فسبت بطاطا على الاكل. جت لقيت ابني طفي على المحشي والفراخ متوطى عليه. ادي الفراخ هي استوت. احوشها بقى اقليها واعمل حبة لسان العصفور. ازازة زيت ام 60 جنيه بقول لكم اهي، بس صوتي ما جاش في البتاع اهو. ب60 جنيه والله. ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب. كده هقلي الفراخ اهو. الفراخ احمرت ولسان العصفور حطيت على الباب. احب احط حبة مية صغيرين من كوباية كده مية على لسان العصفور الاول يغلو بذرة ملح صغيرة، وبعد كده اقوم حاطة الشوربة. اهو انا حمرتهم اهو. كده بقى كان جومهم من بره وهحط الاكل على طول اغرف بقى على طول. انا كده حطيت الشوربة اهو، هياخد غلوة واقوم غرفة على طول. على فكرة والله العظيم الكاميرا ظلمة ظلمة المحشي دي. وده محشي اللفت والخس برضو اهو. بتمنى من ربنا ان الاكل ده يعجبكم، وبتمنى ابقى يعني محبوبة عندكم يا رب.
أنا كده غرفت بقى أهو الفراخ أهي.